بتخاطب وتهتم بالموضوعات ذات الصله باتصالات تكنولوجيا المعلومات في مصر. هي جريده متخصصه للمجال ده، بنقدر من خلالها نطلع على اخبار المجال، ايه الجديد فيه، ايه الشركات الجديده اللي موجوده، ايه الافكار اللي فيها، الناس دي بتفكر ازاي وعايزه تعمل ايه. خلاص، فهذا التوجه والرؤيه الاستاذ خالد يعني قام بيها يعني مشكورا، وما زال يحمل هذه الامانه. صراحه الندوه دي هو كمان بيعملها يعني واخد على عاتقه ان هو يلف محافظات مصر كلها ويبلغ الشباب ويعرفهم بيه ايه هي الفرص اللي ممكن تساعدهم ان هم يدخلوا المجال بتاع تكنولوجيا المعلومات، او ان هم يبقوا فريلانسر او هم يفتحوا شركات. فمشكورا بصراحه انا يعني قرات عن الندوه كنت لسه في ضمور، وهو راجل يعني ما شاء الله يعني ايه، كان اعتقد كمان راجل كمان من الاقصر، فهو راجل يعني في مصر يدير. فمشكور بصراحه، ويعني اتمنى دايما النجاح والتوفيق للرجال العالم بطل. وبشكر حضرتك طبعا الاستاذه فاتن يعني في التنسيق والاعداد للندوه هنا. طبعا معانا طبعا تيك مهندس حسام، مدرس مساعد في كليه الهندسه جامعه اسوان، وممثل تيك هنا في مركز الدعم. انا في خلال دقيقتين بسرعه